إن اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية، إلا أن الاختلاف في العقيدة قد أدى شيئا فشيئا إلى الاختلاف الذي كانت نتيجته رفع الود وإلغائه من قاموس التخالف العقيدي. إلا أن الاختلاف الذي كانت نتيجته رفع الود وإلغائه من قاموس التخالف العقائدي، وبالتالي أدى إلى التكفير الذي لم يقف إلى هذا الحد، بل تطورت الأمور شيئا فشيئا إلى القتل والتنكيل والتفجير والتفخيخ من كل الأطراف. فيا ترى هل كان هذا ما يريده منا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين الأخيار؟ ويا ترى هل هذا ما كان يريده منا الخلفاء الأربعة أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي؟ أهذا ما سعى الصحب والأحبة وأهل البيت إليه؟ أهذا الذي أرادوه علماؤنا وشهداؤنا الأبرار عبر التاريخ؟ لا يوجد في عقولنا وقلوبنا إلا الانتقام والتفخيخ والقتال. فأين أمة السلام؟ وأين أمة الوحدة؟ وأين أمة لا إله إلا الله حصني؟ وأين أمة محمد؟ وأين أمة أبي بكر؟ وأين أمة عمر؟ وأين أمة عثمان؟ وأين أمة علي؟ أهذا يرضيهم؟ أهذا يرضيهم؟ وهل نحن وإياكم مقتنعون بما يحدث؟ فتبا لمن قتل الحسين، وتبا لمن يدعي أن من قتله سني، وتبا لمن قتل الخلفاء ويدعي بأنه شيعي. بل هو الاستكبار العالمي، حيث قال السيد الوالد قدس سره الشريف ما نصه. محل الشاهد هذا سرجون هو الذي قتل الحسين سلام الله عليه، بالمعنى الذي أن عبيد الله بن زياد قتل الحسين. سرجون قتل الحسين وهو عميل للدولة البيزنطية. إذن الدولة البيزنطية قتلت الحسين. الذي يدعو إلى أن يحفظ أبو بكر وعمر وعثمان مثل هذا الأحمق الأبله الجديد اللي سوالك مؤتمر في النجف الأشرف وقال الخلفاء الأربعة، والله كلمة كانت حارقة للقلب. أنا تصدقون ليلتها طول الليل ترى أنا مو على بعضي كنت، الله يشهد. في النجف الأشرف شنو أقول؟ خلفاء الأربعة، شوف شلون يعبر، الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، يعني جعل عليا رابعا. قل لي بالله عليك هذا أي تشيع؟ هذا أي تشيع هذا الذي يعترف بأربعة خلفاء رابعهم علي؟ وهذه هي البكرية بعينها. انزع عمامتك وإلا فتنزع منك رغما عن أنفك إذا لم تتب. هذه مقالة كفر. روح البس مثل المخالفين، صير واحد منهم. جاي لي في عاصمتي في النجف الأشرف تؤخر عليا، تجعله الرابع وباسم فاطمة الزهراء، وتدعو للوحدة مع العمريين والوهابيين. الله أكبر. وتجعل أبا بكر وعمر وعثمان قامات شامخة. أكانوا يرضون بأن نقتل بعضنا بعضا؟ الشكل يعني يجعلهم مقياس. نعم كانوا يرضون، أصلا هم الذين أسسوا القتل.